برحب بشباب ثانوية عامة، أهلا وسهلا بيكم مع دكتور جوزيف عادل. إزيكم يا وحوش؟ يا رب تكونوا بخير وأفضل صحة وأفضل حال يا رب. بعد ما أتمينا الحمد لله منهج الثانوية العامة لدفعة 2026 على خير وسلام، جاء الميعاد للتفاصيل الكاملة وفيديو تفاصيل المراجعات اللي عملت زلزلة من اسمها وغربلة، مراجعات الDDT كورس ريفيجن لطلاب السنتر والأونلاين وتفاصيل الكتب كاملة. هذا الفيديو غاية الأهمية يا أولاد، هعلن فيها الخطة كاملة مكملة، بس اعذرني في وقت الفيديو لأن محتاج أفهمك النظام لأن فيه تجديدات عملناها. طيب نشكر ربنا ونشكر الطلبة رجالتنا أسودنا وبناتنا الأسود وأولياء أمورنا الأجلاء على هذا العام الثقيل للغاية وتحدياته الكبيرة جدا جدا. نشكر ربنا احنا أتمينا المنهج، مش أي منهج، بكفاءة بالغة من عدد ساعات شرح تقيل إلى جانب ملازم تقيلة تقطم الظهر وواجبات وشوامل زوفة وفكر عالي جدا. الفترة الختامية هي الفترة فعلا اللي الطالب والمدرس بيبقوا على أعصابهم ولكن بيكون دايما حاطين كده التارجت النهائي اللي عايزين نوصل له، مش بعد كل التعب ده هضيع نفسي في الأيام الأخيرة. فبناء عليه إن احنا حطينا خطة واضحة لطلاب السنتر وطلاب الأونلاين على خير وسلام. بسم الله، أنا عايزك تركز معايا في كل الكلام. الباوربوينت ده هينزل لك PDF عشان تسيفه معاك. غير كده انت عارف ان احنا نشيطين على الفيسبوك بيج والانستجرام والتيك توك والكلام ده كله. هننزل لك كل الجداول دي في صور وبوستات لغايه ما تتفقع. وقناه الواتساب دي خطيره ومهمه، دي اخطر حاجه في الموضوع اصلا. تمام؟ لينكاتك عم جيمي ودلع الناس. طيب DDT عمل بلبله ليه؟ لان ده بقى الضربه القاضيه للمنهج. طبعا احنا في طلبه ما فهمتش لان مراكمه ما وصلتش البنزين، الله يعينهم الله يعينهم. فيقول لك ايه DDT ده؟ هو ده برضو جنونه من جنوناته؟ لا يا حبيبي، ده الداي كلورو داي فينايل تراي كلورو ايثان. حوش. الطلبه التانيين اللي فاهمين قال لك مستحيل يعملها. عملتها لما قلت لكم في المحاضره السادسه، انا لما اتفوه واقول بعمل. تمام؟ فده يطلق عليه الاجليست كومباوند عملته الكيمياء نظرا لاضراره الفادحه للبيئه والانسان والثروه السمكيه والمصايب. ماليش دعوه باجليست دي للمغردين وملناش دعوه. يلا كارت بلانش علشان تلعبوا بيه، هديه من جوجو ليكم. لكن انا غرضي زي ما الطلبه فاهمه في الحصه ان ده مركب فتاك. خلي بالك اللي بيقرب منه بيتبهدل. ده استخدمه هتلر في الحروب يا ابويا. فانا داخل بقى تحت عنوان وشعار ضربه قاضيه مميته بكل ما اوتي لنا من اعضاء ومن علم للمنهج. فعشان كده ما لقيناش اقوى وفتاك اكتر من DDT. بص يا سيدي بقى هنعمل ايه. هبدأ بتفاصيل السنتر. صلي على يشفع فيك. خش التفاصيل الكاملة لطلاب السنتر. سيبك من الجدول، النظام ماشي ازاي. من المستحيل ان احنا ننزل السنتر نعمل شرح تفصيلي للشابتر كامل بتربيطات المنهج. كل كلمة انا هبهرك في اليوزز، والله العظيم لبهرك في اليوزز. باب اول مربط لك كل منهج الكيمياء كله. مثال التيتانيوم انرت ونان توكسيك. شفتك فين قبل كده؟ بوز داكرون. تريفيساليك ماما ايثيلين جلايكول. عملوا ايه؟ داكرون خلى قلب دكر شراييني بايظه مش في خطر. قيس بقى على كده يا ابويا، قيس على كده. كل كلمه بسبورت التجميعات في المنهج كله. فمش منطقي ننزل نعمل شرح تفصيلي في السنتر بعد كده نقول حل واحنا عندنا كتاب يرعب، صح؟ فرأينا الآتي في مذاكرة الشابتر بالكود وتتوجه على السنتر فورا. مرحب بالآتي. طلبتنا طبعا جزامهم فوق راسنا، شركاء النجاح. 2 طلبة الأونلاين اللي عايزة تنزل، لو شايف إنك مش هتلتزم انزل، بس أنا ضد الفكرة دي عشان خاطر يا حبيب قلبي اسمع. أنا جوزيف عادل عارف بيقول إيه، التفاصيل بعدين ما بيننا في الحصة. 3 طلبة جدد فوق راسي بس بشرط. اسمع الشروط. 1 الشرح هيكون على المنصة بتجهزه قبل الحصة. هتنزل السنتر شغالين في ال4 سناتر يا ولاد عادي. يوم الاثنين الساعة 10 سنتر فيرست الهرم سهل حمزة. الثلاث 10 صباحا سنتر 1000 مسكن
سنتر كي جسر السويس 1000 مسكن. الاربع معادين الساعه 10 سنتر راعي فرع خلوصي، الساعه 4 سنتر اركان حدائق القبه. تمام حلو. لازم تنزل على السنتر فورا، احنا ملناش دعوه بالنظام ده، لا صفحه ولا منصه ولا اي حاجه. هتستلم الاتي يا ابويا، ركز بقى كده معايا. ان شاء الله هتستلم كود الحصه بتاعت الشرح تحت كورس فاينل ريفيجن شابتر 1. كودك خربش، دخل الكود اتفتح لك بارتات الشرح مقسمه على اجزاء، تفصيلي فوق تفصيلي، تربيتي فوق تربيتي، مخرجات تعلم بقى وتوقعات وربط لي وفكرني، وفجاه من شابتر 1 ترميني عضويه وترجعني ثالث ثم اول ثم رابع. كل ده موجود. بوم دي تي فتاك، ابعد عنه لا تتبهدل. اوكي بيبي. واهم حاجه الورقه دي يا ابويا، ورقه استماره السنتر، كارت السنتر لازم بالختم. هتعمل ايه؟ عندنا حصه اللي جايه بدايه السناتر الاثنين القادم في سنتر فيرست، واتباعا بقى التلات كي وهكذا. حضرتك جهزت الشرح تفصيلي، لخصت وافتكرت، حلو. هتجيلي يوم 2، محدش هيخش يا ولي الامر ولا طلبه جداد ولا طلبه الاونلاين غير بالكارت ده اللي انت اشتريته من السنتر بكودك مختوم. هنخش القاعه، السيستم كالاتي: ساعه لشابتر 1 سامري وتوقعات، سامري لحاجات مهمه بسيطه، والتوقعات اللي اسمها مخرجات التعلم بقى مش الشيخ الجوجو، لا 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 دي خليها بعدين. كلام حلو؟ اوكي. طيب خلصنا الساعة، وراها 3 ساعات مفرمة حل من الكتاب، ده اللي عندي. فطبعا الطالب، تخيل طالب جديد يا ولي الامر وتزعل مننا في الاخر، يجي ولا سمع الكلام ده، جاي انا جاي لجوزيف عادل اول حصة، لا هي مش طابونة، احنا داخلين على الحل، الله فين الشرح انا ما راجعتش، لاغي. يبقى الناس دلوقتي تتوجه فورا بعد سماع الفيديو، كل واحد بالسنتر اللي باله فيه، كودك استمارتك ختمك، تجهز لي شرح تجيلي. هنيجي السنتر بقى الساعة السمري ومخرجات تعلم 3 ساعات مفرمة حل. ماشي يا باشا، تحل معايا وانا احل معاك ونتوقف وترفع ايديك وتسألني ليه سي، عيد لي دي تاني، منك ليا انا فقط لا غير. ماشي. والاجلاء لاغي، ده بعد الحصة لما نقعد ورك شوب معاهم. ماشي ماشي. خلصنا شابتر 1، رجعت ما كود المنصة موجود، يتفتح لك بارتات الحل. واجبك هنبدأ نحل الشوامل من الأول، ناسين كل حاجة يا أبويا معلش، مع الحل لازم نفتكر. طب ومصادر الواجب إيه يا دكتور؟ امتحانات استرشادية الدولة زائد أعوام سابقة الدولة، وعايزك تضبش عشان تفتكر وينزل لك فيديو تفاصيل الحل. هتحل معانا استرشادي يا دكتور سنتر وأونلاين؟ طيب حل دي أسئلة دولة، السؤال ده وحش قوي. حل الجايدنج موديلز 2026 من موديل 1 لموديل 10 بالمجان كامل في بلاي ليست على قناتنا يوتيوب دكتور جوزيف عادل لطلبة مصر كلها. تفصيلي، مش نطلع بقى ايه وبي واهم ما جاء، واصل جمعنا لك الافكار المهمه. مفيش حاجه اسمها مع الدوله افكار مهمه، ده استرشادي الدفعه، يعني اللي يقرا الاسترشادي يفهم ايه اللي هيحصل يوم 2/7 باذن واحد احد. فده لجميع طلابنا وعلى يوتيوب مصر كلها. كلام حلو؟ تمام. جيت المحاضرة التانية، خلاص ما هشتري كودها باستمارتها، يلا بينا، سلمت واجبي، دخلت شرحي، جاي لي في امتحان يا باشا في الأول. أنا يعني بص، أنا استقبلت الكل بما يرضي الله، كله استقبلته. لا معلش يا ولي الأمر والطلبة، أنا لن أقبل بطالب مستهتر في هذه الفترة، هو مش شايل مسؤولية نفسه، ما يضرش إخواته ولا يضرني ولا يضر الأسيستنتس، إحنا آسفين. امتحان 30 سؤال، بيبدأ 10 بالثانية عشان هندربك ميعاد اللجان، 10 بالثانية ينتهي 11 بالثانية، سباق سرعة. 30 سؤال، 25 على الشابتر اللي أخدناه، 5 على العضوية. إيه عضوية؟ أنا أفهمك. أيوة لازم. أنهي حتة في العضوية؟ مشكل. لا دي حلوت قوي، مش بقول لك دي فتك. حد يسيب يا جماعة كل تعبنا في العضوية ونرميه لغاية كده؟ مستحيل. هتجيب اقل من 15 من 30 لاغي، هتكمل اونلاين او مدرس تاني. 15 فيما فوق تمام، بس اعتقد انت مش هتقبل بالدرجات دي. واصله نظام السنتر كل بقى اسبوع كده، بدايتنا في السناتر باذن واحد احد
شابتر 1 الاثنين القادم 27/4. شابتر 2 4/5. شابتر 3 11/5. 4 18/5. بارت 1 من لغايه البنزين 25/5. كل سنه وانت طيب يا دكتور، العيد وانت بالصحه والسلامه يا حبيبي. ثانويه عامه انا لاغي، هنعيد شويتين وننزل نودي وناكل لحمه سوا. بارت 2 ديريفاتيف 16 درجه. هو ده الاسترشاديات قويه قوي في دي يا اولاد، عشان خاطر اسمعوني انا. 1/6 تميت منهجك على خير وسلام. طيب بمنتهى الامانه والكلام دغري، الطلبه لو في السنتر اكس لا المستوى العام مش بيساعدوني وبيعطلوا مسار الحصه ومفيش التزام بالنظام، هندمج مجاميع. انا الكلام واضح للكل من كبيرها لصغيرها. خلصنا ده يا بابا؟ فهمت نظام سنترك؟ تمام. نخش بقى على تفاصيل الاكثر طلبا. بسم الله ما شاء الله، يا رب نكون قد الثقه دي، يا رب يا رب نكون قد الثقه دي يا رب. بس اوعدكم يعني كل مجهود السنه ده هعمله ملتبلاي 3، ده وعد رجوله مني. طلاب الاونلاين بقى نركز. طبعا ده انا بالنسبه لي في الوقت ده افضل نظام في جميع موادك، بس توعدني وتوعديني بوعد رجوله هنلتزم. مفيش حاجه اسمها اراكم مراجعات. طب راكمت، الغي النظام ده يا حبيبتي، تعالي السنتر كده. بس ما انت كده كده تتفرجي شرح منصه وتنزلي سنتر اهو تحلي ويايا. ان شاء الله هيكون الخميس من كل اسبوع تثبيت ميعاد شرح على اجزاء الشابتر، ثم هعمل لك بارت للتاريخ اسمه تحليل ورق المفاهيم للشابتر وهتستفيد ايه وهيضرك في ايه، ثم بارت اسمه ان شاء الله رجل الدولة، هتفهم معناته ايه جواه، مخرجاتك، نوعية الأسئلة اللي بتيجي عليها الدولة بيركزوا على ايه، توقعاتك، تحت عنوان بارت اسمه رجل الدولة زي ما انتوا عارفين. يعني خلال الأسبوع أسئلتنا كتير يا اخواتي، نبدأ ننزل لك الحل. يعني أنا مش هبخل عليك بحل تفصيلي. طب الشرح يا دكتور أنا خايف لا يكون أنت بتكلم مثلا ابن نصيف. لا لا لا، ده آخر واحد أكلمه. أنا بكلم إخواتي البدرجية والحشاشين والضايعين والهالكين والتائبين عن مسارهم الخاطئ طول العام. ماشي؟ في أجمل من كده؟ فهمت بارتات شرحك؟ ماشي. حلك نبدأ نحل من مفرمة الكتاب اللي هختم بيها كلامي بعد الجدول ده. حلو، خلصناه. مدعكة الحل حلوة قوي. هنعمل حاجة اسمها ميني اورجانيك كويستشنز بعد انتهاء كل شابتر. اخر بارت هنحل 50 سؤال فرازة. مخططاتك، جنرال فورمولا، موليكولار فورمولا، ايوباكك، تربيط عائلات، سنتر واونلاين. في بارت اسمه ميني اورجانيك عشان مستحيل اسيب الاورجانيك. ايه ده يعني احنا كل اسبوع بنراجع اورجانيك؟ طبعا اكيد انت متوقع ان جوزيف عادل هيقول لك كده يعني. وفي شابتر 2 هنخلص شرحها بقى اخر بارت 50 كويستشن ميني ريفيجن اورجانيك من اول محاضره لاخر محاضره. بعد شابتر 3 اخر بارت كده، بعد 4 بارت كده. اكيد لما نخش العضويه يبقى كتاب العضوي. تمام. جدولك ان شاء الله هنبدا مراجعتنا على خير وسلام 30/4. الاسبوع اللي وراه 7/5 14/5 شابتر 4 21 الاكثر طلبا، طلب جماهيري حاد. انا ما شفتش طلبات كده، يخرب بيت شابتر 4 يا جدعان. بارت 1 28/5، بارت 2 4/6. تمام، حلو قوي. في كل محاضره دي محتوياتها، وفي نهايه كل محاضره واجب الزامي من استرشاديات الدوله او امتحانات السنين السابقه اجباري عشان تفتح المحاضره اللي وراها. يعني انت في شابتر 2 مطالب تكون تميت واجبك اللي هو اسئله دوله استرشادي او 2021 دور اول. انا بقى بقول لك او مش مهم تعرف وافاجئك. بعد كده بخش امتحانك زي السنتر 30 سؤال ومفيش ري اكزام يا اخواتي خالص، لازم تجيب 15 فيما فوق. طب غير كده لاغي. ايه ده؟ اعاده محاوله ممكن نفكر فيها يا عم. ماشي، اعاده محاوله ماشي. ده خبر لسه طالع حصري، ابلغ التيم بقى. ماشي، خلصت ميني اورجانيك والدنيا تمام وزي الفل. ادي جدولك. عندنا فرصه جميله
في الفترة دي كلها احنا شغالين شوامل استرشاديات الدولة على اليوتيوب للجميع مجاني، الى جانب على البلاي ليست احنا عاملين لك بلاي ليست للامتحانات الدولة 20 اول دور اول تاني، 22 دور اول دور تاني، 23 تجريبي دور اول دور تاني، كل ده على اليوتيوب في بلاي ليست، وهنحط لك لينكاتك ودنيتك وحركاتك. 24 اول تاني ناقص لك مني تصوير 25 دفعة اللوكس دور اول دور تاني. طب واسترشاديات بتاعتهم بلاي ليست تانية موجودة على اليوتيوب، جميع استرشاديات 12 نموذج كدابين ومنافقين اللي بيقول لك 10 بس، 10 ده السنة دي، السنة اللي فاتت كان في 10 وقبليهم 2 في فبراير. ال 12 نموذج يا مؤمن موجودين على اليوتيوب، افتح دلوقتي القناة وشوف. مجهود غير عادي يا اولاد. انا بص، انا معاك بكل ما اوتي من قوه بقى بصراحه، لان فعلا لما التحدي يكون كبير طعم النجاح هيبقى احسن. وانا عارف حال الدفعه دي يا جماعه وصعبانين عليا، وبصراحه وعد رجوله بكل ما اوتي من قوه انا معاك. ماشي، ادي جدولك. طب احنا خلصنا يا دكتور، قول يا دكتور مع الظروف مع التاخير، قول يا دكتور 7/6 مثلا، بقول مثلا ماشي. ما احنا معانا فترة يا دكتور لغاية يوم 16 المواد اتأخرت. قلب اخوك موجود، امتحانات شاملة على اليوتيوب ومنصة مجانا، شوامل 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 لغاية ما تقولي لي دكتور بعد اذنك وقف، جه ميعاد التربية الوطنية. بس مش سايبك لحظة للأسف، هسيبك بس من أول التربية الوطنية تخلصها هي واللغة التانية والإحصاء وأنا مش عارف الكلام ده، تتوفق في العربي يا رب وتطلع مجبور الخاطر ونفسيتك جميلة كما قالها جوزيف عادل في دعوة في الحصص وحققها له الله. احنا أول مادة علمية بعديها تجيلي تلاقي ليالي امتحان ده ليها فيديو تاني ملبن. خلاص يا طلبة أونلاين، أحفز الجميع لهذا النظام إذا كان في رجولة والتزام عشان خاطر يا حبيب قلبي أوعدك بمكيفة. طب الباكجات والدنيا والكلام ده كله هتلاقيه على المنصة. هنعمل باكج المراجعة كاملة وهنحاول نعمل لك تخفيض محترم، او طبعا تشتري محاضرة بمحاضرتها عادي في خانة الاونلاين ليكتشرز، بس هنحاول نروقك كده في باكج المراجعة كاملة، وان شاء الله هيبقى ليها فيديو كده لوحده. الكلام واضح؟ تمام. اختم كلامي بالهدية النووية اللي قلبت مصر الحمد لله الحمد لله من ساعة بس ما كام سنتر من الأجلاء وبعض المنافذ اتكلموا عليها والدنيا صريخ. كتبنا عاملين كتابين، الكتاب الأول صدر خلاص بقاله أكتر من أسبوع. فين بقى؟ ركزوا أولياء أمور في ال4 سناتر بتوعنا على البوك ستور بتاعنا. كل ما بيخلص بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، مش عارف ده فوقان طلبة وأكيد ده طبعا توفيق من عند ربنا. احنا بنوصل لحاجة خلصت، وصلنا تاني خلصت، وصلنا تالت خلصت، وصلنا رابع. احنا معاكم بدل المطبعة 4 بدل المكنة 6، وكل ده تحت أمركم عشان الفترة دي لا تقبل التوتر النفسي، وأنا عارف أنا بقول إيه كويس. مضخة كتب بإذن الله زي الفل في البوك ستور، كل ما يظهر اوت اوف ستوك انتظر علينا بس 2-3 نوفره تاني. طب يا دكتور والبوك ستور والدنيا انا قلقان قوي من الشحن. باشا المنظومه بتاعت الشحن اللي ماسكاه الاوامر كالاتي وبدا التنفيذ. انت طلبت اوردرك ولنفترض يوم الاثنين دفعت، طالما طالب ركز في الكلام، طالما عملت اوردرك قبل الساعه 5 اضمن ان كتابك اتكيس عندنا في مكتبنا الاداري. بتيجي يوم الثلاث تاني يوم شركة الشحن تستلم، تعد 5 أيام أو 7 أيام بحد أقصى للمدن النهائية وصل لك الكتاب. طب طلبت بعد الساعة 5، لا انت انتظر ان المكتب يكون تاني يوم. عايز اوصل لك ان بقى في يعني حركة اسرع بكتير على البوك ستور، اطلب وانت مطمن وده وعد رجولة. خلاص ناقص لك المنافذ يوم الاثنين القادم. احنا النهاردة اول فيديو هينزل سبت تقريبا، سبت 25 عيد تحرير سيناء، عيد تحرير العضوية. ينزل المنافذ يوم الاثنين. محافظة اسكندرية حبايبنا يعني زلزال والنوى يتحدث عليها الكل حتى الآن. اوريدي كتبك في اسكندرية بس شكلها نفذت، انتظر علينا هنجيب لك تاني. الكلام حلو
باقي المنافذ غردقتنا، طنطا، منصوره، اقصر، اسوان، فيوميه، كله تجمع اول، تجمع ثالث، تجمع خامس. انتظر ليا بس يوم الاثنين بس كده. ماشي يا اولاد؟ كتابك هتستلم الشنطه الجميله الرايقه كالعاده، مراجعه الدي دي تي الفتاكه بطقم بريكنج باد، ورا شعارنا هنهين الكل بما يرضي الله بالعلم وبالشغل. تجد مكافئتك. الكتاب الفتاك. الله اكبر. احنا ملوك الحل، ونعلم الناس يعني ايه حل. اللي هو ممكن بعض الناس تستغلها عشان تعمل الفيديو بتاعها، انا ما اعملكش كتاب كبير افضل احشي لك بس احنا يا عم طلبتنا متعوده على كده. ربنا يرزقنا ويرزق الكل. احنا ملوك الحل ومقتنعين ان الماده دي اسئلتها سعرانه وما بتتحلش بسهوله، والافكار فوق العليا. كتابك يا باشا 1 و 2 و 3 ده اول كتاب يا ولي الامر، يحتوي على 1550 سؤال بالاجابات النموذجيه كامله للكتاب. شابتر 1 360 سؤال باجاباتهم، ثم 50 ميني اورجانيك. شابتر 2 501 سؤال باجاباتهم، ثم 50 ميني اورجانيك كويستشن. شابتر 3 550 سؤال باجاباتهم، ثم ميني اورجانيك. حتى الطلبه اللي مش هتشترك معانا تقدر تحصل على الكتاب وتحل مع مدرسك ودنيتك تبقى تمام، لكن لن تحصل على فيديوهات الحل. دكتور مصادرك ايه بقى؟ علشان بجد الكتب الخارجيه مقدمه يعني مجهود غير عادي. بالحقيقه انا بسقف لكل المؤسسات الكتب الخارجيه. الكيمستري يا جماعه بقت متطوره في جمهوريه مصر العربيه بطريقه رهيبه. انا جمال الدنيا فيها، وبناء عليه عملنا فقره اسمها الفرازه يا لوكس، مضمين كل اسئلتنا المميزه في كلاشتنا وواجباتنا اللي عملناها طول السنه نسيناها. فقره اسمها على 60 ناويين طلاب بالملايين. بحلم يا اخي، سيبني احلم. وده تفوقك فاينل ريفيجن، معاصرك كويستشن بانك فاينل ريفيجن. زيو. وانت عارف جوزيف عادل لما يقول زيو يعني زيو. 3 خد حل بده. ايه ده بقى؟ ترجمة الكتب العربي الأجلاء على رأسهم مندليف الكتاب الأسطوري، أيزوهك، هايزنبرجك، بعض الأجلاء الكيمياء العربي الذين نتعلم منهم دائما في كل حين، زائد مصادر وزارية. الطالب عايز ايه أكتر من كده؟ ولا أي حاجة. لما ينزل هنبقى نقول لكم، بس مش دلوقتي. تقريبا هينزل واحنا في داخلين مراجعة شابتر 3. ينزل الكتاب الأكثر طلبا أنا متأكد، وإن شاء الله يبقى الأكثر مبيعا. هو بقى كتاب شابتر 4 الأكثر تراكما، والطلبة ما حلتش ولا سؤال، واللي حل نسي، واللي حل بيتلخبط، وأسئلة الوزارة عسل، مع العضوية كاملة بقى. ما تبصش على الرقم 5 وخميسة في عين الحسود. ان شاء الله نعمل مدعكه، بس هنحاول نقلل شويه نظرا ان الطلبه ما تحسش بضغط. بس باب رابع مش هقلل يا اولاد عشان التراكمات بالزوفه والناس ما حلتش. الباب الرابع يا اولاد 1042 سؤال. معلش ده اللي عندي، ما انا بقول نظامي يا ابني من حقك. ما هو انت مش عاجبك امشي، انت مالك بيا؟ انا بكلم رجالتي وبكلم الطلبه الجديده اللي نفسها تعوض، وبكلم قطاعات تانية. براحتك. انا اعرف الحل الكتير هو بعد فضل ربنا واجتهاد مدرس. كل اللعبة على الطالب، اللعبة لعبتك انت. هو اللي وصل الناس لدرجات عليا. صدقني ما شرح، والله العظيم ما شرح، والله ما شرح. الحل ماشي. ده لما ينزل هنبقى نقول لكم. انا قلت التفاصيل كاملة يا جماعة، مكملة بكل ما اوتي لنا من اعضاء. ارجو من الله التوفيق الباهر لطلابنا واولياء امورنا. بقول لك جملة واحدة بس يا ابني، مهما عمل المدرس واتنطط، لو انت ما اتحركتش واستفدت الريسورسز اللي بصراحة مجهود خرافي هذا العام من جميع المدرسين في جميع المواد، حاجة بصراحة غير عادية بصراحة. لو انت ما استغلتش حاجة، كل ده بصراحة مكانه الزبالة، ملوش 60 لازمة. اللي هيقود اللعبة هو انت، واحنا معاك وجنبك ومحوطينك، ومش هنحتاج ان احنا نبص على اي سلبيات الفترة دي. كلنا حماسة، كلنا اجتهاد، كلنا حلم كبير ندعو من الله ان يحققه لنا في نهاية العام. اتمنى لكم التوفيق الباهر يا اولاد، وان شاء الله مع نهاية كورس الدي دي تي فاينل ريفيجن نكون وصلنا فعلا ان احنا نكون ادينا المنهج ضربة قاضية، مطمنين
وبعد كده نخش على ليالي الامتحان اللي الفيديو تفاصيلها اكيد لما ترجع من لجنة العربي، وحاجتك هتبقى جاهزة كاملة مكملة من حيث الملخصات او الحل. ربنا معاكم يا اولاد ويوفقكم، وشدوا حيلكم يا حبايبي، وما تقلقش معانا وقت حلو والله. ده انت الحاجة اتأجلت لك، العربي متزحزح شويتين، ده احنا شهر 6 هنستغله استغلال صدقني رهيب، بس نقوم من دلوقتي عشان نطلع بأقصى استفادة. وأرجو من الله إن احنا نوفق ونكون قد الأمانة وقد المسؤولية وقد أحلام ومتطلبات الطلبة وأولياء الأمور. ربنا معاكم يا أولادنا، تقابل على خير وسلام. في أولى محاضرات الفاينل ريفيجن السنتر يوم الاثنين القادم، ما تنساش الكود والاستمارة وشرحك وكتابك، امال هتخش تحل في ايه يعني. والأونلاين يوم الخميس بإذن واحد أحد. ربنا معاكم ويوفقكم يا رب. خلص الكلام، مسك الختام. يلا سلام، باي باي.